باروخ مزراحي ده اسم جاسوس البعدة. وحكايتنا النهاردة، الحكاية النهاردة على فكرة واحدة من أهم عمليات رجال الظل. باروخ زكي مزراحي يهودي مصري اتولد في مصر سنة 26. والده كان من تجار الدخان الأغنياء وتوفى سنة 33. ووالدته ربته في نفس المستوى من شغلها لأنها كانت على فكرة خياطة معروفة بين جيرانها. المهم إنه مع الوقت أخذ التوجيهية من مدرسة القديس يوسف سنة 44 ودخل كلية التجارة وتخرج سنة 48. والصراحة هو كان شاطر جدا وعارف مصلحته كويس، يعني من الآخر كده ما بيضيعش وقت إلا في الشغل. الصبح كان بيشتغل مدرس لغة فرنساوي في مدرسة الأقباط الكبرى الثانوية، وبالليل بيشتغل في شركة سمسرة. فعمل فلوس كويسة إلى حد ما، قدر يصرف على نفسه وعلى مامته. بس أقول لك بقى على الماستر سين القصة بتاعت سنة 55. ظهرت زميلة ليه في المدرسة شقرة وحلوة وذكية اسمها فورتينيه، والصراحة أعجب بيها جدا ووقع في غرامها، وعرفت توقعه هي كمان في شباكها، وبقى هيموت ويتجوزها. ومن هنا كانت بداية الحكاية. باروخ مزراحي قال ياخد خطوة إيجابية وطلب يتجوز حبيبته اللي طبعا هيموت عليها. وردت عليه وحسسته إنها تتمنى، بس إزاي؟ ده عيلتها كلها هتهاجر للكيان المحتل، وهي كمان هتبقى معاهم ومش هتقدر تستنى هنا. قعد يقنع فيها إنها تستنى في مصر ومرتباتهم هتعيشهم في مستوى كويس، ولكنها رفضت تماما وقالت له من الآخر كده يا تسافر هناك معايا يا إما كل واحد يروح لحاله. وقتها باروخ مزراحي كان هيتجنن ومش هيقدر يستحمل يبعد عن حبيبته، علشان كده قرر بقى ايه يحلها بشكل تاني. تفتكر عمل ايه؟ وفعلا سافر هو ومامته ومعاهم حبيبته فورتينيه في 6 فبراير سنة 57. وبكده حبيبته حققت اللي هي عايزاه. وأول ما سابوا مينا اسكندرية وراحوا على مينا بيريا في اليونان، لاحظ باروخ إن المندوب اليهودي اللي مستنيهم يعرف حبيبته فورتينيه، وطبعا باروخ استغرب جدا. المهم سابوا مينا بيريا في اليونان واتجهوا على مينا حيفا في أرض الميعاد وكده. وأول ما راح على هناك الصدمات بقت تخبط فيه واحدة ورا التانية. لقى نفسه هو ومامته هيعيشوا في مستعمرة علشان مامته تشتغل خياطة وهو يشتغل فلاح أجير بالأجرة يعني، ومفيش فرصة للشغل إلا كده. ده غير إن حياته في أرض الميعاد والحلم اللي اتكون في دماغه طلع حاجة تانية خالص. حياته كانت فقيرة جدا ومش نفس المستوى اللي كان عايش فيه في مصر، ويدوب بيكسب اللي يعيشه بالعافية هو ومامته. بس تعرف بقى كانت ايه اكبر صدمة؟ ان طلع جوازه من حبيبته فورتينيه مستحيل، لان قوانين البعدة بتمنع جواز اليهودي من واحدة امها مش يهودية. ودي كانت الرواية المصرية، ولكن في رواية البعدة انهم اتجوزوا فعلا واتطلقوا بعد كده. بس اقول لك الرواية المصرية هي الاقرب للصح. المهم ما كانش قدامه غير انه يتقبل الصدمات، لكن بس مش بصدر رحب قوي يعني، بس مضطر علشان يعيش. مشي في طريقه وسافر على حيفا واشتغل هناك امين شرطة في شرطة الاداب بمرتب بسيط قوي يخليه يعيش يدوب بالعافية، لدرجة انه اشترك في بيت مع يهودي شرقي تاني. ولكن بقى تفتكر الصدمات خلصت على كده؟ ابدا، الصدمات ما كانتش عايزة تسيبه خالص. جاله خبر ان حبيبته فورتينيه اتجوزت يهودي تاني بس غني، وبكده اتقطع اي امل ليه من الجواز منها. فطبعا متخيل حالته كانت عاملة ازاي. واحد سافر على غير رغبته، ولا قدر يعيش زي ما كان عايش في مصر، ولا حتى اتجوز اللي بيحبها، يعني خسر من كل ناحية. ولكن كمل في طريقه وقرر يتجوز زميلته في الشرطة واسمها مارجريت، وابتدى حياته الأسرية اللي هي على القد قوي بسبب المرتب القليل، مع شوية كده فلوس كانت بتطلع له من الرشاوي والإتاوات من شغله في شرطة الآداب. المهم في يوم رئيسه في شرطة الآداب طلبه في مكتبه وقال له بص أنا عندي شغل مهم ليك قوي، وطلب منه يروح تاني يوم على جهاز المخابرات، مخابرات البعدة يعني. وراح لهم وهو بيقدم رجل وبيأخر رجل، أصل ما عندوش اختيارات تانية. ودي كانت البداية. تاني يوم لما قابل مدير مخابرات البعد اللي كان طبعا بولندي الأصل، بلغه إنه تعين في المخابرات ومطلوب منه يراقب نشاط بعض الشيوعيين في قلب مجتمع الكيان المحتل.
وابتدى باروخ مزراحي يشوف شغله اللي اتكلف بيه، والصراحة قدم معلومات مهمة جدا، وبصراحة كان بيكسب فلوس مش بطالة. والظاهر كده ان افراد مخابرات البعدة شافوا ان واحد بيشتغل بحماس وشعلة نشاط مفيش بعد كده، فادوله شوية حاجات يترجمها، عبارة عن تقارير جاية من عملاء اجانب، وطبعا كانت التقارير دي سرية جدا. بس يا سيدي، المهم شوية وبلغوه انه هيسافر على هولندا، وهناك في شغل جديد مستنيه في مكتب تجاري. المكتب ده على فكرة كانت مخابرات البعدة فاتحاه يعني علشان ايه؟ تمويه كده لشغل تاني خالص. وهناك في هولندا كان المفروض بقى يعمل ايه؟ اقول لك انا، مطلوب منه انه يندمج وسط العرب والمصريين ويعمل علاقات كتير ويجمع على قد ما يقدر من المعلومات. وفعلا عمل المطلوب منه بمنتهى البراعة، وكان دايما يقول لرؤسائه ان مستوى الوعي الامني عند المصريين والعرب ضايع. ده مجرد ما تفتح معاهم اي موضوع سياسي يردوا بكل اللي يعرفوه كاستعراض يعني لمعلوماتهم، ولا فارق معاهم انه موضوع خطير ولا غيره. المهم بعد ما حقق نجاحات كبير في اللي مطلوب منه في هولندا، اتطلب منه يسافر تاني على تل أبيب، وهناك قابل رئيسه وقال له ان المرة دي مطلوب منك عملية كبيرة ومهمة جدا، لدرجة ان رئيسة الوزراء جولدا مائير بنفسها مستنية نتيجة العملية اللي هتعملها. طبعا باروخ مزراحي حس فعلا الموضوع خطير قوي، ولكن قال له انا تحت رهن اشارتك يا فندم. ورئيسه في المخابرات قال له جات لنا يا سيدي معلومات ان في مخربين ضربوا ناقلة بحرية بتاعتنا او بتاعت البعدة يعني قدام مضيق باب المندب، والناقلة دي بتنقل النفط من إيران لإسرائيل واسمها كورال سي. فطبعا كده اليمن مكان في منتهى الخطورة للكيان، وكان لازم يزرعوا عملاء هناك لجمع المعلومات. وقال له الخطة والعملية هتكون كالآتي: تسافر الأول على عدن، وبعدين اليمن الشمالية، وبعد كده على الإمارات، وتجمع أكبر قدر من المعلومات من الدول دي، يعني معلومات عن نشاط منظمة التحرير الفلسطينية، وهل الفدائيين هناك بيتدربوا على ضرب ناقلات بترول الكيان في البحر الأحمر. وقال له إن أي مهمة هناك تعتبر مهمة جدا. وبس يا سيدي، ابتدى مهمته واستلم جواز سفره باسم مستعار لرجل أعمال مغربي، وبقى اسمه أحمد الصباغ. وكأي سايح فطبعا هيكون معاه كاميرا، والكاميرا دي مهمة جدا على فكرة علشان يقدر يصور كل الأماكن الحيوية اللي مطلوبة منه. ولكن قبل ما يسافر سأل سؤال مهم لرؤسائه في المخابرات، وقال لهم طيب احنا جهزنا كل حاجة، ولكن هعمل ايه بقى لو اتكشفت؟ طيب تفتكر ردهم كان عبارة عن ايه؟ الكل ضحك بهستيريا على سؤاله، وقال له تتكشف فين؟ في اليمن، ما تقلقش احنا اقوى جهاز مخابرات وهناك متخلفين محدش هيعرف يكشفك. ووقتها باروخ او احمد الصباغ حس بفخر كده انه بيشتغل مع مخابرات ايه جامده اخر حاجه، وسافر فعلا على عدن وادى مهمته بنجاح. وبعد كده راح على اليمن الشماليه وقعد في فندق اسمه الأخوة في منطقة الحديدة، وابتدى بقى ايه يجمع معلومات ويصور أماكن مهمة على إنه بقى ايه سايح وكده يعني، زي الأسواق والمينا والسفن الراسية في المينا وإجراءات الأمن وعشرات من الصور. وخلص تصوير وراح على أوضته في الفندق بمنتهى الاطمئنان، وبعد ما قفل باب أوضته اتفاجئ إن حد بيخبط على الباب، ولما فتحوا لقى شابين من دولة اليمن وبيسألوه منتهى الأدب: ممكن نفتش أوضة حضرتك؟ طبعا باروخ أو أحمد الصباغ ثار وعمل الشويتين بتوعه وهددهم إنه هيتصل بسفارة المغرب على إنه يعني مغربي وكده، ولكن الشابين ما اهتموش أبدا بكلامه وفتشوا الأوضة بتاعته ولقوا بقى إيه كل ما لذ وطاب، عشرات من أفلام الصور اللي صورها، وتحجج وقتها إنه سايح وبيصور صور تذكارية عادي يعني. ولكن واحد من الشابين مد ايده في جيب باروخ ولقى رسم كروكي كده للمينا والمواقع العسكرية، فبص ليه كده الشاب وقال له ودي ايه بقى رسوم تذكارية برضو؟ طبعا اتقبض عليه سنة 72 وحققوا معاه، وباروخ مصمم انه رجل اعمال ليس الا وسايح مغربي. وقتها اليمن اتعرضت للضغوط علشان تسلم الجاسوس للبعدة تاني ورفضت، ولقت ان الضغوط عليها زادت لتسليمه ليهم، لغاية ما وصل رجل من المخابرات المصرية ويقال انه البطل الاسمر محمد نسيم، بس على فكرة ده مش مؤكد، وقابل احمد الصباغ في السجن
وقال له أنا اتصلت بسفارة المغرب وتأكدنا إنك لا مغربي ولا المغرب تعرفك من أساسه، ولا في شخص اسمه أحمد الصباغ خرج من المغرب. حاول باروخ في نفس اللحظة ينتحل شخصية واحد تاني على إنه من سوريا، فوقتها بقى الضابط المصري محمد نسيم جاب له تاريخه الحقيقي كله من أيام ما كان في مصر، وإزاي سافر للبعدة واتجند هناك. طبعا ما كانش قدام باروخ مزراحي غير إنه يعترف بالكامل، وأخدوه على مصر في سرية تامة. ولكن خلال سفره من اليمن للقاهرة حاولت مخابرات البعدة تهريبه بكل شكل، ولكن فشلوا وتم ترحيله على مصر أخيرا. طبعا انت متخيل حال البعدة كان عامل ازاي؟ جن جنودهم طبعا بعد ما اتقبض عليه، واستغربوا اكتر ازاي كانت المخابرات المصرية عارفة كل حاجة عنه ومراقباه كل الفترة دي. المهم في مصر اتحقق معاه فعلا، وفي النهاية اتحكم عليه ب25 سنة واتسجن. وبعد ما قامت حرب 73 مخابرات الكيان المحتل وبتدخل أمريكي حاولوا يعملوا صفقة تبادل أسرى ويكون باروخ مزراحي فيها، ولكن مصر رفضت خالص، لأن مش أسير حرب، ده جاسوس يحمل الجنسية المصرية. ولكن وقتها اتدخل رئيس وزراء أمريكا هنري كيسنجر، وفضلت مفاوضات رايحة ومفاوضات جاية لغاية ما تمت الموافقة باستبداله بصفقة تبادل أسرى، وكانت الحقيقة لصالح مصر، لأن استبدلوا عشرات الأسرى الفلسطينيين والبدو اللي معاهم الجنسية المصرية، و24 فرد كمان من عائلاتهم، يعني حوالي 65 شخص في سجون اللي ما يتسموش. بالإضافة بقى ل2 عمل عرب كانوا بيشتغلوا لحساب مصر، وهم توفيق فياض وعابد كرمان. والكلام ده كان في مارس سنة 1974، وحابة أحكي لك عنهم بقى إيه حكايتهم بس بعدين. المهم وصل باروخ مزراحي على الكيان واشتغل كده في شركة اسمها كور للصناعات، ومات سنة 2005 عن عمر 78 سنة. بس يا سيدي، ودي كانت قصة جاسوس الغرور صور له قوة وهمية ليه والمخابرات بلده، ولكن الحقيقة كانت صدمة كبيرة ليهم. إن شاء الله دايما يا رب. ما علينا. على فكرة قصة عملية باروخ مزراحي اتعملت مسلسل درامي، وهو مسلسل الصفعة بطولة الفنان شريف منير وهيثم أحمد زكي. وبكده يبقى خلصنا حكايتنا. أشوفك بقى في حكاية تانية إن شاء الله.